متابعي موقع وتلفزيون بصراحة الإخباري، معاكم النهاردة وأول ظهور لوالد العريس صاحب واقعة الاختطاف المزيف من أمام قاعة أحد القاعات بمركز ومدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية. هنعرف منه أكثر عن تفاصيل الواقعة وإزاي تم الاختطاف، وهل هم كانوا يعرفوا ولا لأ، وإزاي ابنهم تم القبض عليه والأب بيطالب بإيه. عرفنا بحضرتك يا فندم. والله أنا جمال سليمان محمد جوهر، على المعاش. كنت شغال في الصحة 61 سنة، من المحاربين القدماء وضحايا الحرب. ف طبعا عندنا قنوات كتير على اليوتيوب. عندنا جمهورية أحمد وأمل، عندنا خليكي معايا، عندنا مملكة أحمد وشيماء، عندنا ماما فادية وأمولة، عندنا بابا جمال مع القرآن. فكل قناة لها محتواها. ماما فادية وأمولة دي طبيخ وبتعرض يعني الطبخة ازاي الطبيخ والكلام بتاع اللي على اليوتيوب ده. جمهورية أحمد وأمل دي محتواها مقالب وتحديات. تحديات يعني ايه؟ تحدي على اكل، تحدي على كذا، اللي يخلص الاول، اللي مش عارف ايه، ومقالب. اللي بيقدر يعمل مقلب في التاني بيعمله. تمام. وطبعا مملكة احمد وشيماء دي برضو محتواها طبخ ويعني تشكيلة برضو فيها مقالب وحاجات زي كده يعني. يوم الواقعة بقى ويوم اختطاف احمد يوم الخميس الماضي داخل قاعة روزينا بمدينة منية النصر، هل احمد كان بيتجوز فعلا ولا ايه اللي كان حاصل في الوقت ده؟ احمد متجوز بقاله سنتين ومعاه طفلة ايلين. احنا قلنا بتقولوا 3 سنين ولا سنتين؟ لا سنتين، لان هي بنته عندها سنة وشهرين او حاجة زي كده. تمام. طبعا مراته كانت لسه يعني ما كملتش السن لكتب الكتاب. فلما أتمت 18 سنة كتبنا الكتاب يوم الأربع، وقال أفرحهم وأعمل لها قاعة وبتاع يوم الخميس كشغل برضه للقناة. ودعا طبعا كل القنوات اللي هي الصغيرة والقنوات الكبيرة، وهو محبوب على مستوى جمهورية مصر العربية كلها وعلى مستوى العالم. تمام. خدت بالك؟ فهو محبوب يعني يعني كان اللي عايز يشوف احمد كان يجي القاعة ويشوف الجمهور اللي حضر له شكله ايه، والناس اللي حضروا معاه شكلهم ايه. وجاي له ناس من الكويت، جاي له ناس من نعم. احنا بس ما عدناش عايزين نقول حاجة غير ان احنا بنعمل شغلنا، وان احنا ما اذناش حد، وان ده شغل يا جماعة. احنا انت حضرتك اخته الكبيرة؟ انا اختي الصغيرة. الصغيرة. احمد وشيماء. تمام. كانت مملكة احمد وشيماء. تمام. انتوا حبتونا بالمقالب، وحبتونا بالتحديات، وحبتونا بالروتينات، وحبتونا يعني بطبيعتنا. انتوا قلتوا لنا احنا حبيناكم بطبيعتنا، وانتوا عارفين ان قناه جمهوريه احمد وامل بالذات مبني عن المقالب، وانتوا مش تايهين عن شقاوة احمد وهزاروا معانا ومعاكم، وبتبقوا مبسوطين، وكلنا بنضحك وكلنا بهزار وكلكم بتحبوه على كده. احمد لما عمل مقلب ما اذاش حد، ولا حد عند القاعه اتاذى، ولا حد اتعور، ولا حد جرى حتى وراه. ايه اللي حصل عند القاعة بالظبط وازاي تم المقلب ده؟ هو كل الحكايه انه عادي حب انه يعمل مقلب فينا زي ما هو دايما بمقلبنا، واتفق هو واصحابه علينا وما اعرفش ايه. ده كل الحكايه انه عامل مقلب. احنا ما نعرفش ان في تصريح وما اعرفش ايه. هو ما احنا لو دايما نعرف ان في تصريح، نرجع بقى للحاج ثواني وارجع ليكي تاني. نعرف ان في عرفني. طب ثواني يا حاج، يعني عرفني. بستأذنك بس. اتفضلي. بس ما توصلش ان
احكي لنا بقى وقول لنا يعني الواقعة حصلت ازاي داخل القاعة؟ هي ما حصلتش داخل القاعه، بعد ما خرج من القاعة هي بعد ما ايه اللي حصل الناس بالظبط؟ خدت واجبها، وبعد ما الفرح خلص وكل حاجه تمام، وهو خارج من القاعه دخل العروسه باب العربيه. لا الصوت بيروح ويجي عشان الشبكة. دخل اتفضل. العروسه باب العربيه وبيلف عشان يركب من الباب الثاني. اصحابه بيهزروا معاه وهم متفقين مع بعض وخدوه. اتفقوا مع بعض واخدوه جوه العربية البيضة اللي ظهرت قدامنا في الفيديو ده. خدوه ولكن انتوا استقبلتوا الخبر ده ان هو مخطوف فعلا؟ هو انتوا ما كنتوش تعرفوا زي ما أنا قلتوا لي. ما توقعتش لان احمد ولا ليه اعداء ولا ليه كل الناس بتحب احمد، كل الناس بتحبه، بتحب مقالبه، بتحب شغله، بتحب الكاريزما بتاعته. احمد محبوب على مستوى العالم كله، مش على مستوى مصر بس كمان يعني. فما كانش صح ابدا ان هم واخدينه ليه، هي دي طبيعه قناته اصلا. بس هو يعني المفترض ان الفيديو بتاعه بتاع الخطف جه بعد ترند العريس اللي توفى في الشرقية، فجاء هنا برضه عريس اتخطف من امام القاعة. يعني هو حتى ما قالش في الفيديو ان هو تمثيلي او غيره، لا الفيديو ظهر امام الناس كلها ان هو فيديو خطف فعلي يا أستاذ، وتم رصده. مفيش كام ساعة وطلع صرح كام إن ساعة يا جماعة وطلع صرح، تم رصده من قبل وزارة الداخلية ان في عريس تم اختطافه بالفعل. ما هو نزل فيديو بعده مباشرة، نزل فيديو بعد الفيديو ده بيعتذر فيه وبيقول ده كان مقلب. ولما لقى الموضوع بعد كام ساعة نزل الفيديو ده؟ لما لقى الموضوع كبر راح مصور وهو جاي حتى وجالي وانا قدام البيت، ما لقيته بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا ابني انت كنت فين؟ مش عارف ايه. نهرته طبعا وضربته وقلت له ما عدتش داخل هنا لان ده مش كل المقلب اللي اتعمل، المقلب صعب. المقلب كان فيه كنتوا كعيلة وكأسرة. ايوه هو بيعمل مقلب فينا احنا، هو من المضروره اللي احنا. عشان كده حصل يعني صراخ وعويل في الفيديو طبعا والدته تعبت وقت ما تم اختطافه داخل العربية بالفعل. ايوه. فيعني احنا مش يعني بنناشد كل المسؤولين وبنقول لهم ان احمد كان بيهزر. احمد ما كانش يقصد ولا يقصد يضر حد، وهو ما ضرش حد اصلا. هو ما ضرش حد، احمد ضر حد. امتى عرفتوا ان احمد مطلوب امنيا؟ انا اصلا كنت بخلص اوراق للمأذون وجالي اتصال ان دخلوا البيت وخدوا وتم القبض على زوجته. تم القبض على زوجته. تمام. في الوقت ده انت عرفت احمد، قلت له يعني انا ما صدقتش. انا قلت لا هم هيقبضوا على زوجته ليه؟ لا بيتاجر في مخدرات ولا بيتاجر في ممنوع ولا لنا دعوه ولا لنا اعداء، وطول عمرنا محبوبين على اليوتيوب والناس تقول انتوا عيله محترمه. احنا بنحبكم عشان انتوا عيله محترمه. كل قنواتنا قنوات محترمه ما فيهاش حتى يعني الطفل يتفرج عليها، الكبير يتفرج عليها، الصغير يتفرج عليها. ما فيش محتوى بيأذي حد. يعني كل محتوياتنا محتويات طيبه ومحتويات شيقه، فيديوهات تمثيليه، حاجات كلها يعني هادفه. مش ما فيش اي حد